إذا راجلك ولا وليدك ولا أخوك راهو مهبلك على حمص دوبل زيت وتطيبيه وما يجيكش كيما تاع المطاعم ولا ما يعجبوش وما يجيهش بنين، اليوم جبت لك وصفة ما شاء الله أحسن من المطاعم صدقيني. كيما تاع المطاعم وإن لم أقل أحسن منها، صدقيني بنينة بنينة بنينة. اليوم الزوج نتاعك رايح يبوس لك راسك على هذه الوصفة اللي يحبوها كامل الرجال في البرد وياكلوها برا. انا شخصيا الزوج الكريم كي درتها له صدقوني يشكر ويعاود، قال لي كيما تاع المطاعم يعني بالضبط. السلام عليكم ومرحبا بكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. كما شفتوا في الفيديو اليوم جبت لكم حمص دوبل زيت، ان شاء الله تتفاعلوا مع الوصفه وتعجبكم. تبعوها للاخير، بارطاجيوا لي الفيديو وتشاهدوه كامل. ولأول مرة تشوف قناتي تشترك في القناة وتضغط زر الجرس باش يوصلها الجديد، وما تنساوليش هذيك الجام. ربي يحفظكم. نصلوا ونسلموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبداو بسم الله. انا هنا جاب لي 500 غرام نتاع الحمص ولا حميصه كل واحد باش يقول. المهم شمختها ليله كامله، غدوه من ذاك تشمخت رميت لها هذاك الماء وغسلتها واحد زوج مرات ولا ثلاثه حتى الماء نتاعها ولا صافي تماما كيما اللي نحطوه كيما نجبد الحميصه. من بعدك هنا جبت لك كوكوطه نتاعي درت فيها الحميصه، وهنايا عندي ربع حبات ولا 3 حبات متوسطين نتاع بصل، رحيتهم من رقيق في الروبو ولا في الاشوار رحيهم رقيق كامل، واذا ما عندكش ربيهم في هذاك الرقيق. درت معاهم 5 فصوص نتاع الثوم وربع ملاعق نتاع الزيت، ونخلط هنايا بالملعقه. ومن بعد نديهم لفوق النار ونخليهم يتحمسوا. هنا كي نقليهم فوق النار ندير على نار متوسطه، نغلق لاكوكوط ونخليه حتى يذوب لي هذاك البصل تماما كما راكم تشوفوا هنا. البنات بعد ما يذوب لي هذاك البصل نجيب التوابل نتاعو اللي راح نديرهم وما تكثروش بزاف باش ما تكحلكمش المرقه. عندي شويه كمون، شويه فلفل اسود، وشويه تاع زنجبيل. الزنجبيل تقدروا ديروه لانه ما راحش يبدل اللون تاع المرقه، العكس ابيض راح يعطيها لون شباب. نخلط نقلي هذوك توابل مع الحميصه. من بعد نمرق الحميصه نتاعي. المرقو لازم نمرقوه بالماء سخون، ما ديروش ما بارد لانه الحميصه رايحه تتقرسل كي ديروا ما بارد وما طيبلكمش. والملح كذلك، يعني ما تملحوش في الاول لانه الملح راح يعطل الحميصه نتاعنا وما طيبش. هنايا بعد ما مرقت نستناها حتى تبدا تغلي. من بعد نغلق لاكوكوط نتاعي ونخليها نغلق الصفاره، ومن بعد نجي نشوف واش نديرو كي تكمل الطيب. هنايا بعد ما جاز وقت وشربت لي وطابت الحميصه نتاعي. شوفوا الحميصه كيفاش ولات، الله يبارك، يعني راهي طابت ما شاء الله. كي تعرفوا الحميصه بلي طابت هنا تقدروا تملحوا عادي. هنا راهي طايبه ومازالها مسوسه. تسمى هنايا قبل هذا نحيت، قبل ما نملح نحيت شويه نتاع المرقه مع شويه نتاع الحميصه هكذا باش نميكسيهم. من بعد درت الملح ودرت قرن تاع فلفل حار. الملح ملحوا حسب الرغبه يعني وعلى حساب الكميه نتاع الحميصه نتاعكم. ودرت قرن تاع فلفل حار وزدت مرقت شويه، زدت الماء مرقتها لانه راح نزيد نغلق عليها لاكوكوط ونخليها تزيد طيب. انا حابه الحمص تاعي ولا الحميصه الطيب زبده، يعني مانيش حبتها تبقى اللي ياكلها ما يحسش كامل باللي راه ياكل في حميصه. هنا غلقت لاكوكوط ومن بعد كي طيب نفتحوا عليها ونشوفوها كيفاش رايحين نزيدو نديروا لها. هنايا هذاك اللي نحيته الحمص هذاك مع المرقه نميكسيه مليح مليح بالميكسور حتى يولي لي كي الحليب، يعني نميكسيه مليح. من بعد ما يتميكسالي نضيف له 4 أو 3 ملاعق عفوا نتاع الخل. الخل اللي عندك ديري، انا عندي هذا الخل احمر درت خل احمر، لا عندك ابيض ديري ابيض ماشي مشكل. المهم البنه في الخل. درت 3 ملاعق تاع الخل، ولا كانت كميه كبيره ديروا 4 ملاعق، لا كميه اكثر من هذه. انا كما قلت لكم درت 500 غرام. نكمل الميكسي هذاك الخل مع هذيك الحميصه. من بعد هنا بعد ما زادت طابت وشربت لي هذيك المرقه وزادت اختارت المرقه كما راكم تشوفوا. نجيب هذيك الحميصه اللي كنت ميكسيتها ونفرخها هنايا مع الخليط السابق، ونتحصل على مرقه تاع حمص دوبل زيت ما شاء الله. شوفوا كيفاش راهي بيضه تشهي، الله يبارك شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هنايا نطفي عليها ومن بعد نشوف كي نجي نسربيها كيفاش دايره المرقه تاعنا. صدقوني روعه روعه ما شاء الله.
هنايا جبت الصحن ورايحة نسربيها في الصحن. شوفوا المرقة تاعها كيفاش خاطرة، لبي الله يبارك ما شاء الله. والبنة صدقوني بنين 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 لدرجة ما تتصوروهاش. قد ما نشكرو ما نوفيهش حقه حتى تجربوه. هنا كنت قطعت حبة بصل صغيرة مربعات، وكذلك حشيش مقطفة ولا حشيش شربة ولا معدنو أو قزبر أخضر. درت هنا داك القرن تاع الفلفل الزين تبيه لي كنت درتو، وزدت هنا مغرف تاع هريسة، واللمسة الأخيرة تاع الزيت اللي راها دوبل زيت. هنا زدنا زيت الزيتون سورتو. وهذا هو الطبق تاعي حمص دوبل زيت من أروع ما يكون. شوفوا المرقة نتاعو كيفاش دايرة الله يبارك. جربيه وعلى ضمانتي وارجعي لي التعليقات، ومن بعد على بالي بلي راح تشكريني على هذه الوصفة. اللي وصلت هنايا معايا وما دارتش الجام دير لي هذيك الجام. شكرا لكم جميعا على تعليقاتكم وتحفيزاتكم ليا. ان شاء الله نكون عند حظكم. شكرا لكم جميعا حبيباتي. نلتقي ان شاء الله في فيديوهات قادمة باذن الله تعالى. مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.